في مقولة بتقول إن كل ما زاد غباء الشخص زادت سعادته، أو خلينا نقول زي ما هنقول في حلقة النهاردة، كل ما زادت اللامبالاة عند شخص زادت سعادته. فن اللامبالاة هو كتاب لمارك مانسون اللي اتشهر في الكام سنة اللي فاتوا دول، وفكرة الكتاب بشكل عام بيتكلم إن الاهتمام بالحاجات الصغيرة والسطحية بتؤدي إلى زيادة القلق، وبيأثر ده سلبيا على جودة الحياة. الكتاب بيشجع الناس اللي هم يركزوا على الحاجات المهمة في حياتهم ويتخلصوا من التفكير الزائد. الفصل الأول بعنوان لا تحاول، وبيتكلم عن ان اي انسان فينا عبارة عن مشاعر، وممكن المشاعر دي تبقى مشاعر كويسة وممكن المشاعر دي تبقى مشاعر وحشة، ودايما بنحاول نظهر للناس المشاعر الكويسة اللي بتظهر مننا. زي مثلا انا جبت نتيجة كويسة في الثانوية العامة، انا اتخرجت مش عارف من الجامعة الفلانية وانا كان نفسي اعمل كذا، هكذا يعني. وبنحاول ان احنا نقلل اي شعور بالحزن قدام الناس. يعني مثلا حاجه حصلت واثرت فيك بتحاول ان انت ما تبينهاش قدام الناس، اللي هو مثلا انا مش هينفع اوري حزن قدام الناس، انا ما ينفعش حد يشوفني ضعيف. فكره لا تحاول بيقولك ما تحاولش تخفي اي حاجه ولا تبين اي حاجه، عيش بنفسك، عيش بحياتك، عيش باستقلالك، عيش بمشاعرك اللي انت حاسسها دلوقتي. ده غير كده كمان مارك بيقولك ان المشاعر السلبيه اللي بتيجي جواك والمشاعر الوحشه دي انت لما بتيجي تقعد بيها وبتحس بيها بتبتدي في الخطوه دي تطور من نفسك، وبتبقى دي حاجه من مراحل تطوير الذات. مثلا انت حسيت بالوحده فبتبتدي تزعل اللي انت وحيد، هتبتدي تراجع نفسك، هو انت اصلا ليه وحيد؟ طيب هو انت اصلا بتعامل الناس ازاي؟ فهتبتدي تعيد حساباتك وهتبتدي تعلم نفسك. فاي مشاعر سلبيه في حياتك او اي مشاعر مش كويسه ما تحاولش تخفيها، حاول اللي انت تتعايش معاها وحاول اللي انت تفكر فيها، لانك كل ما تحط المشاعر دي على جنب كل ما تحط سقف التطوير بتاعك على جنب. ولا تحاول مش بس في المشاعر، لا تحاول دي كمان في ان انت ما توصلش الصوره المثاليه عن نفسك. هو مبدأ غريب وتبص له كده هتلاقي نفسك معترض عليه، بس بعد شويه هتفهم. هو المبدأ بتاع مارك بيقول لك ما تحاولش تعيش الحياه اللي الناس عايزاك تعيشها. شغل بقى اللي هو حياه الانستجرام، انا بفتح الانستجرام كل يوم الصبح الاقي مش عارف مين منزل صوره ايه وانا عايز ابقى جامد زيه. لا، انت خليك نفسك، انت عيش حياتك، انت خليك في هدفك، انت خليك في شغلك، انت ما تعيش حياه حد، لان انت ما عشتش حياته بكل تفاصيله بكل مراحله بالدنيا دي كلها. كل الاوهام اللي الناس بترسمها لنا علشان نعيش الحياه اللي هم اصلا مش عارفين يعيشوها، الحاجات دي بتأيدنا وبتخلينا ما نعيش حياتنا بشكل كويس. على رأي احمد مكي كده بيقول لك ما تحاولش تبقى اي حاجه تاني غير نفسك. الفصل الثاني بعنوان السعادة مشكلة. هو الراجل ده بيحاول يعقدنا في الحياة ولا ايه؟ الفصل ده بيعلمنا مارك ان السعادة عندنا بتبقى مرتبطة بأهداف معينة. يعني مثلا انا هبقى سعيد لما اجيب كذا في الثانوية العامة، او لما اخش الكلية اللي انا عايزها، او لما ارتبط بالبنت اللي انا هموت وارتبط عليها. وعلى تعريف مارك مانسون ان الحاجات دي كلها اهداف قصيرة المدى. يقول لك طول ما انت يبقى عندك اهداف قصيرة المدى زي كده، طول ما انت مش هيبقى عندك سعاده، لان بعد كل هدف من الاهداف قصيره المدى دي تخلصه هيبقى عندك هدف تاني تحققه. السعاده نوع من العواطف، فمش معنى ان انت ما تكونش وصلت لاهدافك مش معناها ان انت ما تبقاش سعيد. معنى اصح ان السعاده دي عاطفه جوايا، يعني اقدر اكون سعيد في الوقت اللي انا عايز اكون سعيد فيه. يعني بمعنى اصح لو انا ربطت الاهداف بتاعتي بان انا اكون سعيد عمري ما هبقى سعيد، ان كل ما الاهداف بتاعتي دي هتتحقق كل ما هدور على اهداف تانية عشان اعملها، ده لو اتحققت يعني. في جملة كده في الكتاب ده بتقول لك إن المشاكل لا تنتهي أبدا. بيقول لك إن المشاكل ما بتخلصش نهائي، طول ما إحنا عايشين على الأرض طول ما هنلاقي مشاكل. المشاكل لا إما بتتغير لا إما بتتطور، يعني يكون عندك مشكلة فتتطور تبقى مشكلة أصعب. فعشان تكون سعيد لازم تبعد عن فكرة إن الأحلام بالنسبة لك هي السعادة، وإن فكرة وجود مشكلات أو عدمها بتمثل السعادة. عاوزك تفكر إن السعادة دي حاجة جواك أنت اللي تقدر تخلي نفسك مبسوط. الفصل الثالث بيقول لك لست شخصا متميزا. في حاجه كده اسمها وهم التميز او وهم التفوق. يعني ايه الكلام ده بقى؟ ان انت تتربى على انك انسان مميز او مختلف، او انك انسان شكلك حلو، او انك انسان قارئ بارع، او انت انسان مقدم متميز، او انت انسان حاجه من دي. يفضلوا يزرعوا فيك المفاهيم والافكار دي. مشكله وهم التميز او وهم التفوق دي مشكلتها ان انت هتبطل تطور من نفسك، هتقف عند الحد اللي انت فيه. يعني انت دلوقتي يا سيدي عارف اللي انت اشطر واحد في الفصل ده كله، عمر ما هيجي في دماغك اللي انت تطور من الحاجه دي وتذاكر. كلنا مميزين على فكره، بس كلنا مميزين بنفس الميزه،
اللي هي العقل. لما ربنا خلقنا بعقل يقدر يفكر وعقل يقدر يستوعب افكار جديده. لو عايز تبقى انسان متميز فانت مش هتنزل كده من بطن امك متميز، هتبقى متميز في الحاجه اللي انت بتتعلم فيها وبتتدرب عليها علشان تبقى متميز فيها. ولو انت ما عملتش اي حاجه مفيش داعي تفكر ان انت متميز عن بقيه الناس. مش بس كده، كمان انت لما تكون فاكر ان انت متميز هتنتظر من الناس تعاملك معامله مختلفه عن بقيه الناس. اما الكلام ده ما يحصلش هتبتدي تصاب بحاله من الاحباط وتبتدي تنعزل كده عن الناس وتحس بوحده. وبالعكس تماما، لو حسيت ان انت قليل عن الناس وان انت ما تقدرش تعمل حاجه هتحطم نفسك، واي فرصه تجيلك عشان تطور من نفسك انت مش هتجرب اصلا في الفرصه دي. ما هو انا قليل. يقول لك خليك دايما في النص، حط لنفسك مسميات على حسب الحاله اللي انت فيها. يعني مثلا انا في شغلي موظف عادي، بعمل شغلي وبقبض المرتب بتاعي، ما عملتش حاجه مثاليه، ده اللي انا بعمله وده اللي المفروض يتعمل. يعني مثلا انا مع اصحابي انا مجرد صديق، ولا صديق وفي ولا صديق مخلص، انا مجرد صديق عادي خالص. المسميات اللي تخليك توصف بيها نفسك، كل ما تسمي نفسك اكتر كل ما هتبعد عن وهم التميز ده اكتر. الفصل الرابع، قيمة المعاناة. دي حاجة كده شبه الفصل الأول بالاختصار السريع كده، بيقولك إن فضل المعاناة هو اللي بيخليك توصل للحاجة اللي أنت عايزها. يعني مثلا المعاناة اللي أنت بتبذلها في الجيم هي اللي بتخليك جسمك متقسم كده وراجل شيك. من غير المعاناة دي أنت مش هتقدر توصل للنتيجة دي. الفكرة هنا بقى لو أنت عندك هدف اللي أنت تعمل الفورمة دي أو اللي أنت تعمل الجسم دوت، هتفكر إن أنت تعمل الجسم دوت وخلاص، ولا هتفكر في المعاناة بتاعة الرحلة دي؟ مارك هنا بيقولك وأنت بتعمل خطة لنفسك زي مثلا فكرة الجيم دي، حط المعاناة ما تحطش الهدف. يعني مثلا ما تقولش انا هدفي ان انا اكون غني، قول انا مقدر ليا اللي انا اتعب علشان اكون غني. يعني مثلا لو عايز تجيب مجموعه في الثانويه العامه ما تقولش انا هدفي اجيب مجموعه في الثانويه العامه، قول انا مقدر ليا اللي انا اتعب واذاكر واسهر الليل عشان اذاكر وراجع واروح دروس واجي علشان اجيب اعلى مجموعه انا اقدر اجيب. كل ما تركز على المعاناه النتيجه كده كده هتيجي، كل ما تركز على النتيجه مش هتقدر اصلا تستحمل المعاناه بتاعتها وبالتالي مش هتحصل نتيجه. الفصل الخامس، انت في حاله اختيار دائم. دايما عندنا اختيارات، ودايما مشكلة الاختيارات دي اللي هي بتخلينا مش مرتاحين. الانسان بطبيعته هيكون مرتاح اكتر لو ما عندوش اختيارات كتير. هنا بيقولك اختار الحاجة اللي تكون جودتها كويسة على انك تختار الحاجة اللي فيها كمية كتير وفيها تعب كتير. اللي انت تعوز تعمل اكتر من حاجة فتعملهم كلهم بكروتة، اللي هو تعمل حاجة بس ادي لكل حاجة وقتها. فكرة الاختيار بتحط علينا فكرة المسؤولية، لان انت لما بتيجي تختار حاجة بتحط على نفسك مسؤولية الاختيار. فلو اخترت تفكر باختيار معين فانت اللي هتبقى مسؤول قدام نفسك عن طريقة التفكير دي. لو اخترت افكار خاطئة هتوصل لنتائج غلط. تعال نفكر في فكره مثلا ان انا بني ادم قصير وحاطط في دماغي فكره ان القصيرين ما ينفعش يرتبطوا بسهوله، فاحط في دماغي دايما ان فكره الارتباط بالنسبه لي حاجه صعبه وانا بايديا اللي هقطع فكره الارتباط دي اصلا. الفصل السادس، انت مخطئ في كل شيء وانا كذلك. وهنا بيقول لك من الاخر ما تكونش متاكد بنسبه 100% من اي حاجه. دايما كده حط في حياتك ان في حاجه صح وفي حاجه غلط، بس في النص درجات كتير جدا بينهم. ومش معنى ان دوت غلط فدوت يبقى الغلط المطلق، لا هو غلط بنسبه، وبرضه الصح فهو صح بنسبه. مش بس كده، خليك دايما مش واثق ومتيقن في اللي عقلك بيقوله لك. يعني مثلا خلينا في نفس المثل بتاع الولد القصير اللي هو مش عارف يرتبط بالبنات بسرعه، وشكيت في عقلك في الوقت دوت انت فعلا ممكن تاخد خطوه ايجابيه ناحيه الارتباط. انا ما بترقاش في الشغل بتاعي عشان هم مستقصديني، فانا مش هعمل اي حاجه في حياتي ولا اطور من نفسي علشان خلاص انا حاطط في دماغي اللي هم مستقصديني، لان انا بقيت على يقين تام ان دي الحقيقه، ولما صدقتها ما بقيتش اطور من نفسي. والخسران الوحيد في النقطه دي هو انا. الناس كلها عماله تطور من نفسها وتعلى وانا واقف محل سر. ليه؟ علشان انا مش بطور نفسي. طيب ليه مش بطور من نفسي؟ علشان انا شايف اللي هم مستقصديني. يا حلاوه. الفصل السابع بعنوان الفشل طريق التقدم. عارفين الانسان اللي ما بيخافش من اي حاجه من الدنيا؟ محمد رمضان طبعا. لا الانسان اللي ما عندوش حاجه يخسرها. يعني مثلا انت لو عملت حاجه وفشلت فيها ساعتها انت مش هتكون بايع على اي حاجه. ساعتها لو خدت خطوه جديده وما فرقتش وخسرت او نجحت فيها مش هيبقى فارق معاك النتيجه، لان انت اوريدي فشلت قبل كده. يا فاش انت اتحررت من كل الحاجات اللي كانت مأيداك ومخلياك مش عارف تعيش حياتك ولا تجرب تجربه جديده. يعني لو وقعت في اي مشكله حط دايما في دماغك ان دي مجرد الانطلاقه. وكده نكون خلصنا كتاب فن اللامبالاه. الكتاب على فكره حلو جدا وممكن تقراه وهتلاقي فيه امثله كتيره جدا اكتر من اللي انا قلتها ومشروحه باستفاضه طبعا. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير مع اصحابك عشان يستفيدوا بالكتاب وبشرح الكتاب. وفي نقطه تاني، لو عجبتك الحلقه او ما عجبتكش انزل قول لي رايك في الكومنتات وقول لي تعليقك. كان معاكم عبد الرحمن ابراهيم وده ملخص كتاب فن اللامبالاه ودي قناه حكايه اونلاين. السلام عليكم.